انا اسف، عارف ان انا بقالي شهر وشويه ما نزلتش اي فيديو، وده بسبب ان انا كنت متضايق شويه وكانت نفسيتي تعبانه حبتين. بصراحه في الفتره دي انا كنت فقدت الشغف شويه وما كنتش هنزل اي فيديو تاني بعد كده، وكنت هكنسل القناه بتاعتي خالص. بس بعد فتره من الوقت انا بقيت احسن الحمد لله، وان شاء الله هكون منتظم في القناه. انا عارف ان انا كل شويه بقول ان انا هحاول اكون منتظم في القناه، بس بجد سامحوني، لان انا ساعات ما بلاقيش وقت ان انا اعمل اي فيديوهات او امنتج اي حاجه، وده بسبب الشغل اللي انا شغال فيه دلوقتي. وبجد كل الشكر والتقدير للناس اللي اشتركت في القناه مع ان انا كنت غايب، وشكر خاص للناس اللي بتتفرج على فيديوهاتي القديمه. وبالمناسبه في مفاجاه، بما اننا قربنا نوصل 600 مشترك، فالفيديو الجاي ان شاء الله هيكون فيديو اسئله، فلو في اي سؤال عايزين تسالوه لي سيبوه تحت في الكومنتات، وبالتاكيد هجاوب على اسئلتكم كلها. في النهايه انا كده كده ما عنديش مشتركين كتار، والتعليقات ما تبقاش ياما قوي، فبالتاكيد هرد عليكم يعني. وبس كده، عارف ان انا طولت عليكم، خلونا ندخل على فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعه؟ فيديو النهارده هيكون الجزء الثالث من العاب بلاي ستيشن 3 محدش سمع عنهم. بالنسبه للجزء الاول والثاني انصحكم تروحوا تتفرجوا عليهم، لان بجد فيهم كميه العاب جميله جدا، لازم على الاقل تجربهم كلهم ولو مره واحده في حياتك. قبل ما نبدا الفيديو طبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويقويهم في الحرب اللي هم فيها، وما تنسوش طبعا ان المقاطعه كمان حرب ومش هتنتهي غير بنصر اخواتنا ان شاء الله. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مستعدين؟ يلا نبدا. اللعبة رقم واحد واللي اسمها سيريوس سام 3 بي اف اي، لعبة اطلاق نار من منظور شخص اول، بتعتمد على الايميجين الكبير للمعارك ضد جحافل الاعداء. الفكرة الاساسية انك بتتحرك في مساحات واسعة او ممرات مفتوحة، وتتعرض لهجوم موجات من مخلوقات وخصوم غريبة العدد والسرعة، وده بيخليها لعبة عن السيطرة على الزحمة والادارة السريعة للذخيرة والسلاح. اسلوب اللعب غير تكتيكي بالمعنى التقليدي، بتهجم وبتتحرك وبتقصف وبتتفادى. الاسلحة متنوعة من المسدسات التقليدية للرشاشات والبنادق القوية لاسلحة تقيلة وقوية بتسبح اعداء كبيرة في ثانية، وفيها أحاسيس ارتداد وتأثيرات صوتية بتديها طابع جميل. مستوى التصميم بيشجع على الحركة الدائمة، مابات معمرة بعناصر غطاء تكتيكية عميقة لكن مصممة بحيث تستدعي اللاعب إنه يجري ويقنص ويفتح مساحات للهروب. القصة بسيطة نسبيا ومبنية على إنقاذ البشرية من تهديد فضائي، مش الهدف منها تكون رواية معقدة، هي مجرد إطار حماسي للمواجهة. التقنية على البلاي ستيشن 3 بتعطي أنماط من الإضاءة والمواد المتقدمة لوقتها، لكن المهمة الحقيقية في اللعبة هي الإحساس بالقوة والإيقاع السريع للقتال. لو هتلعبها ركز على الحركة الدائرية لتفادي زحف العدو، استغل القنص من مسافة، ووفر ذخيرة للأسلحة التقيلة للحظات اللي بيظهر فيها أعداء كتير. لو بتحب مباريات من غير تفكير عميق بس فيها إحساس بالإنجاز هتعجبك بجد. واللعبة رقم 2 واللي اسمها سانكتوم 2، ده اختلاط غريب وحلو بين لعبة إطلاق نار من منظور أول وطور بناء الأبراج اللي بالإنجليزي اسمه تاور ديفense، يعني بتجري بنفسك وبتضرب وفي نفس الوقت بتبني خطوط دفاعية وأبراج وتطورها عشان تمنع موجات الأعداء من الوصول لنقطة معينة. اللعبة بيركز على تعاون جماعي اللي هو بالإنجليزي برضه كو أب، وعندك أصناف أو كلاسز لكل واحد بيكمل التاني. في حد متخصص في الهندسة وبناء الأبراج، حد تاني أقوى في التصويب والحركة، وده بيخلي اللعب تعاوني بجد مش مجرد تعدد لاعبين. الميزات المهمة إنك بتصمم مسارات واقعية للأعداء بتعديلك للميدان، وبتختار الأبراج اللي تطورها واللي تحطها حسب نوع الموجات. في طيف من الأعداء السريعة اللي كل واحد محتاج رد فعل خاص. من الناحية التكتيكية اللعبة بتتطلب تفكير على مستويين، تخطيط طويل المدى لبناء شبكة دفاعية فعالة، ومهارات فردية في التصويب والهرب وقت المعارك. الجرافيك أسلوبه كرتوني والأتموسفيرا عاملة توتر ممتع. على البلاي ستيشن 3 تجربة التحكم بالدراع كويسة، لكن اللعبة بتبقى حلوة فعلا لما تلعبها مع أصحابك. نصيحتي ليكم في اللعبة، قرروا دور لكل واحد قبل بداية الماب، ركزوا الموارد على برجين أو 3 مهمين بدل ما توزعوا على حاجات كتير، وتحركوا وغطوا بعض وقت الموجات الكبيرة. اللعبة ممتعة جدا لو بتحب جزء التخطيط مع جزء الأكشن. اللعبة رقم 3 واللي اسمها اوتلاند، اللعبة دي بقى تحفة فنية بجد. هي بلاتفورمر 2D، يعني الجنب للجنب زي الألعاب القديمة، بس مش تقليدية خالص. فيها نظام مميز اسمه البولاريتي، يعني كل حاجة في اللعبة مبنية على فكرة النور والظلام. انت كشخصية تقدر تغير لونك بين النور والظلام، وده بيأثر على كل حاجة حواليك. لو العدو لونه أحمر وانت بقيت نفس اللون تقدر تعدي من خلال طلقاته، لكن لو العكس تتصاب. الفكرة دي بتخليك دايما مركز ومضطر تغير اللون في التوقيت الصح، سواء في المعركة أو وانت بتحل الألغاز. الحركة في اللعبة سلسة جدا، والجرافيك معمول بشكل فني جميل كأنك بتلعب في لوحة فنية مضيئة، بتحس إنك في عالم غريب وجميل في نفس الوقت. اللعبة بتبدأ بسيطة بس بعد كده بتزيد صعوبة شوية بشوية لحد ما توصل لمعارك الزعماء اللي محتاجة دقة وسرعة وتفكير. لو بتحب الألعاب اللي فيها شكل جميل وتحتاج منك تركيز وتوقيت صح، فاللعبة دي من أحسن التجارب اللي هتعيشها. Stop her.
Explore. واللعبة رقم 4 واللي اسمها شان. اللعبة دي دمها نار، عبارة عن مغامرة وقتال جانبي بأسلوب الرسوم المتحركة العنيف شوية. انت بتلعب بشخص اسمه شانك، راجل عنده ماضي مليان انتقام وداخل ينتقم من عصابة خانوه وقتلوا اللي بيحبوهم. اللعبة كلها ضرب وخناقات ودم وأسلوب حركة سريع جدا يخليك تحس إنك في فيلم أكشن مرسوم. عندك أسلحة كتير زي السكاكين والسيوف والبنادق، وكمان حركات قتال بالإيد والرجل بتخليك تعمل كومبوهات مجنونة. اللعبة مش بس قتال عشوائي، لا فيها لمسة فنية في طريقة الرسم، الألوان فيها قوية جدا وبتدي إحساس كأنك بتتفرج على كرتون للكبار. التحكم فيها سلس جدا، بتتنقل وتهاجم بسهولة وبتقدر تبدل بين الأسلحة بسرعة، وكل حركة بتديك إحساس بالقوة. القصة نفسها بسيطة، انتقام وعدالة شخصية، بس اللي بيشد فعلا هو طريقة التنفيذ. الموسيقى والحركة السريعة بيخلوك متحمس من أول مشهد لآخر لحظة. لو بتحب ألعاب القتال السريعة اللي فيها دم كتير وطابع سينمائي، اللعبة دي هتخليك تدمنها من أول مرحلة. واللعبة رقم 5 واللي اسمها جيانا سيسترز تويستد دريمز. اللعبة دي بقى مليانة ألوان وحيوية بشكل خرافي، وبتجمع بين الجمال والتحدي. بتحكي عن أختين، جوانا وماريا، وكل واحدة ليها طابعها الخاص. والفكرة إنك بتتحكم في الأختين في نفس اللعبة وبتبدل بينهم في أي وقت. كل واحدة بتغير شكل العالم اللي حواليك لما تمسكها. يعني لو معاك جيانا الهادية بيبقى العالم ناعم ومليان نور، لكن لو بدلت للأخت التانية اللي شخصيتها نارية الدنيا كلها بتتقلب. الموسيقى بتتغير والألوان تبقى نارية كده وجامدة جدا. اللعبة من نوع القفز والتقدم في المراحل، لكن مش سهلة خالص، محتاجة دقة في التوقيت في القفز وتبديل الأختين في اللحظة الصح عشان تتفادى الفخاخ أو توصل لمكان معين. اللي يميزها فعلا هو الجرافيك الجميل جدا، الألوان الزاهية والتفاصيل الصغيرة في الخلفية، وكمان الموسيقى اللي بتتبدل مع كل تغيير في الشخصية، فبتخليك تحس إنك في عالمين مختلفين في نفس الوقت. تجربة ممتعة جدا ومليانة تحدي، هتخليك ساعات تضحك وساعات تتعصب، بس في النهاية هتحس بالإنجاز لما تعدي كل مرحلة. واللعبة رقم 6 واللي اسمها زومبي درايفر اتش دي. اللعبة دي حماس من أول ثانية، الفكرة بسيطة بس جامدة جدا. انت سايق عربية في مدينة مليانة زومبي، والمطلوب انك تقتلهم وتنقذ الناس وتعمل مهمات مجنونة كلها دم وتفجير. الجمال فيها انك مش بتحارب بس، لا انت بتستخدم العربية كسلاح، بتدوس الزومبي وتفجرهم، وتقدر كمان تركب أسلحة على العربية زي مدافع وصواريخ. كل مرحلة بتديك هدف معين، مرة تنقذ ناس، مرة تمسح منطقة من الزومبي، ومرة تحارب زعيم ضخم. اللعبة فيها منظور من فوق، فبتشوف كل حاجة من زاوية عالية كده، وده بيساعدك تتحكم كويس وتشوف الزومبي وهم جايين من كل اتجاه. الجرافيك فيها ممتاز لوقتها، والدمار اللي بيحصل لما تفجر حاجات بيخليك مستمتع بكل ثانية. وكمان فيها تطويرات للعربية والأسلحة، فكل ما تكسب فلوس وتعدي مراحل تقدر تخلي عربيتك أقوى وأسرع. اللعبة مش محتاجة تفكير كتير، هي كلها متعة وضرب وتفجير وسرعة. ولو بتحب ألعاب فيها زومبي بس بشكل مختلف، دي هتخليك تدمنها. واللعبة رقم 7 واللي اسمها تاور اوف جانز. اللعبة دي عبارة عن رحلة مجنونة جوه برج مليان فخاخ وأعداء وسلاح في إيدك شغال من غير توقف. لعبة تصوير سريعة جدا، وكل مرحلة بتتكون بشكل عشوائي، يعني كل مرحلة تلعبها هتلاقي البرج متغير والممرات والوحوش وحتى الجو العام بيتبدل، وده بيخلي كل تجربة جديدة ومش مكررة. اللعبة كلها أكشن من أول ثانية، بتبدأ ضعيف ومع الوقت تلاقي نفسك بتجمع أسلحة جديدة وتطويرات غريبة زي إنك تطير أكتر أو ترمي قنابل أكبر أو حتى تسرع حركة الرصاص. الأسلوب فيها ما فيهاش الجدية زي ألعاب الحرب التانية، بالعكس هي مليانة خفة دم. الجرافيك معمول بأسلوب كرتوني خفيف، والوحوش أشكالها غريبة جدا، منها اللي بيضرب آلاف الطلقات في كل الاتجاهات، فبتلاقي نفسك بتجري وبتتفادى الرصاص زي النينجا. مفيش قصة فعلية قوية، هي تجربة أكتر من إنها حكاية. هدفك تطلع على أعلى البرج وتنجو، كل شوية تقابل زعيم ضخم ومرعب، وكل واحد ليه طريقة مختلفة محتاجة تركيز وسرعة. اللعبة دي مثالية لو نفسك تلعب حاجة خفيفة بس فيها توتر ومغامرة، خصوصا لو بتحب ألعاب التصويب اللي تعتمد على مهاراتك مش على حظك. اللعبة رقم 8 واللي اسمها زينو كلاش 2. اللعبة دي فريدة جدا، مفيش شبهها كتير، بتكمل قصة الجزء الأول وبتكمل مغامرة البطل شاد في عالم غريب جدا كله كائنات مش بشرية، أشكالهم غريبة وتصميمهم يخلي الواحد يبص للشاشة منبهر. اللعبة من نوع القتال المباشر، يعني بدل ما تستخدم سلاح ناري طول الوقت بتعتمد أكتر على اللكم والركل وحركات الإيدين، كأنك في قتال شوارع بس داخل عالم خيالي. اللي يميزها فعلا هو أسلوبها الغريب وجوها اللي كأنه حلم. كل حاجة في اللعبة غريبة، المدن والناس واللبس وحتى الكلام اللي بيتقال، بتحس انك في كابوس جميل كده. القصة فيها لمسة فلسفية شوية عن الحرية والتمرد، والبطل بيحاول يفهم الحقيقة ويدافع عن نفسه ضد الناس اللي كانوا بيحكموه. الجرافيك حلو جدا بالنسبة للعبة مستقلة، والقتال فيها ممتع لأن كل ضربة بتحسه بجد.
كمان في شوية أسلحة بدائية زي البنادق القديمة، بس التركيز الأكبر على الاشتباك اليدوي. اللعبة دي هتعجبك جدا لو بتحب الحاجات الغريبة اللي مش تقليدية واللي بتحسسك إنك في عالم تاني مختلف عن أي لعبة تانية جربتها. واللعبة رقم 9 واللي اسمها سينا مورا. اللعبة دي بقى مختلفة خالص عن اللي فاتوا، هي لعبة طيارات بس مش بالأسلوب القديم اللي هو تضرب وخلاص، لا فيها فكرة عبقرية حوالين الوقت. بدل ما عندك شريط حياة، عندك وقت بيقل كل ما تتصدم أو تتأخر في قتل الأعداء، ولما تدمر طيارات العدو الوقت بيزيد. الفكرة دي بتخليك دايما تحت ضغط رهيب، لأن كل ثانية بتعدي وانت مش بتضرب بتقرب من النهاية. الطيران فيها سلس جدا والتحكم ممتاز، واللعبة شكلها حلو خصوصا الخلفيات اللي فيها تفاصيل خرافية، كأنك في عالم تكنولوجي مليان حركة والوان. الموسيقى بتدي احساس بالدراما والسرعه في نفس الوقت، والمراحل بتتغير بشكل يخليك متحمس تشوف اللي بعده. القصه فيها طابع غامض كده، بتحكي عن حرب وانتقام بس بطريقه غريبه شويه ومليانه رموز. ولو بتحب التحدي، اللعبه دي من النوع اللي يختبر اعصابك فعلا، لان ثانيه واحده ممكن تكون الفرق بين الفوز والخساره. واللعبة رقم 10 والأخيرة واللي اسمها فلاش باك 2030. اللعبة دي من النوع اللي بتحب تمشيك في مغامرة غامضة كده فيها أكشن ومخ شغال طول الوقت. بتحكي عن شاب اسمه كونراد، بيبدأ القصة وهو واقع في غابة ومش فاكر أي حاجة عن نفسه، لا اسمه ولا ليه هو هناك ولا مين بيطارده. ومع الوقت بيكتشف إن العالم اللي حواليه كله فيه مؤامرة كبيرة، وإن في مخلوقات غريبة لابسة وشوش بشر وبتحاول تسيطر على الناس من غير ما حد يعرف. القصة كلها بتحسسك إنك داخل فيلم خيال علمي غامض. اللعب كله بيكون بين الجري والقفز والتصويب، وكمان في شوية ألغاز محتاجة تركيز زي تفتح أبواب بطرق معينة أو تستخدم أجهزة تخفي عشان تعدي من أماكن صعبة. الجرافيك معمول بحركة ناعمة جدا، والإضاءة بتدي إحساس كأنك في عالم مستقبلي حزين وغريب في نفس الوقت. الموسيقى هادية لكنها بتدي توتر في المواقف الصح، وده بيخليك تعيش الحالة فعلا. باختصار، اللعبة دي مش مجرد ضرب وخلاص، دي مغامرة فيها دماغ وقصة بتشدك، وكل خطوة فيها بتحس إنك بتقرب من سر كبير. We're being invaded and we don't even. وبس كده يا جماعه، بكده ينتهي فيديو النهارده من الجزء الثالث لالعاب بلاي ستيشن 3 محدش سمع عنهم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.